بدنا لازم نخش شيء دوباره الصلاة. سماحة السيد، قبل الفاصل أنت تتحدث عن الأخلاق الدينية والأخلاق الوجدانية. يعني الأخلاق الدينية إذا كان مثلا تكليف، هذا ليس صحيحا، بأن يعني الله تعالى هم يعني يريد من الإنسان يعني الآخرة والقيامة يعني ليس إلا يعني عمل الصالح فقط للدنيا، الأخلاق الاجتماعية. الأخلاق الاجتماعية. فإذا كان الإنسان عملها الصالح في الدنيا، هذا يفيد يعني شيئين. هناك يعني نقطتين، هم في الدنيا وهم في الآخرة يعني. أحسن. المهم أولا أن يكون الإنسان صالحا في الدنيا. يعني العرفاء لما يطرحون الأخلاق الوجدانية، طبعا هناك نصوص أيضا. الآية القرآنية تقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يعني ماذا؟ يعني من كان في هذه الدنيا حيا، يعني حياة معنوية ووجدانية، وهو في الآخرة أيضا في مثلا في الجنة، في حياة معنوية عالية. احنا ناخذ الدنيا، حياة الدنيا علامة على حالة الإنسان في الآخرة. لكن مسألة الأخلاق الدينية عندها مثل ما تفضلت أنه تكليف، وهذا التكليف يمكن يجي تكليف شرعي بالقتل. ذو الإرهابيين يقول تكليف. إذا فهمنا الأخلاق من زاوية تكليف إلهي، فيمكن إنسان يصير يعمل أقبح الأعمال بحجة أنه تكليف. لكن أكثر من علماء الإسلام يقولون بأن الإرهاب ليست من الإسلام. يعني ليست هناك دليل قاطع يعني استخدام بعض النصوص أو الآيات للقتل أو الإرهاب. لا، الآن صارت موجة ضد الإسلام اللي هم يتبنوه، فتراجعوا. ولا إذا تذكر في 11 سبتمبر، في عندما صارت العمليات الإرهابية في نيويورك، جميع علماء الدين هللوا وفرحوا. ونشوف الطالبان والتكفيريين في الخليج وفي السعودية وفي مصر كلهم كانوا فرحين من هذه العمليات الإرهابية. وبعد ذلك نشوف العراق، ممكن ذولا يجون من كل الدول العربية بفتاوى. فإذن هي منطلق ديني. الآن تراجعوا يقولون الإرهاب ليس من الإسلام، وكلهم كانوا يؤيدون، كانوا يدعمون. ولا يعني سنوات عديدة ولا رجل دين. لا، القصد يعني الإسلام أصلا. لا، صار ضد، دخل موقف ضد بن لادن. يعني أنا قصدي يعني الإسلام بالأصل، يعني أصل الدين أو الدين الإسلامي. يعني ما عندنا أصل في الدين الإسلامي، كلها قراءات. هناك لا يشجع الإرهاب يعني. لا، في نظرك وفي نظري عندنا إسلام معتدل وليبرالي ومنسجم مع الحداثة وحقوق الإنسان. هذه رؤية في القراءة. أنا ما أقول هو هذا أصل الإسلام الصحيح والباقي باطل. القراءة الإرهابية المتشددة أيضا قراءة، يعني من النصوص اجتهادات. والوهابية أيضا، والشيعة والسنة، فكلها تحتمل الصحة. لكن نقول أيهما الآن أنفع للبشرية، للإنسان، بناء الإنسان وبناء المجتمع، بناء صالح. أنا أقول هذه الأخلاق الدينية تحتمل وجهين، يعني بها نصوص تدعو للإرهاب، بها نصوص تدعو للخير والعدالة. لكن تفسير العدالة، الإرهاب يقول العدالة أنه أقتحم وأفجر، وكان هذا عدالة. يعني قراءات تختلف. ونحن نقول العدالة لا، حقوق الإنسان. والإسلاميين المتشددين أصوليين يقول لا، حقوق الإنسان ما نعترف بها، الحقوق الموجودة في النصوص. فإذن هي قراءات متعددة. ما يمكن أن نقول واحد إسلام هو الأصل والصحيح والباقي خطأ. لكن الآن ماذا نحتاج؟ كيف نبني الإنسان الصالح؟ كيف نبني المجتمع الصالح؟ أيهما يعني القراءة اللي تتوالم مع هذه، القراءة اللي تكليف، هذه فيها خطر. أولا متناقضة، النصوص متناقضة، فكل واحد يأخذ في اللي يعجبه
واللي ينسجم مع أفكاره. النصوص تأكد مثلا على العزلة، وبعض النصوص تأكد على الانفتاح على المجتمع، بعض النصوص تذم الفقر، بعض النصوص تمدح الفقر، وهكذا. فالنصوص متضاربة، والمهم أن التكليف به هذه النقيصة. الإنسان ما يندفع من ذاته. أما في الأخلاق الوجدانية أيضا تكليف، لكن تكليف وجداني. الإنسان ينطلق من ذاته، يصلح ذاته وينطلق إلى حب الآخرين من ذاته بدون أي تكليف خارجي، تكليف ديني ونصوص ومجتمع. هذا الإنسان يمكن أن يكون إنسان صالح. هل هناك نصوص أو الآيات اللي مثلا يؤيد الأخلاق الوجداني؟ أنا أعتقد الأكثر النصوص في القرآن وفي السنة طبعا تأيد الأخلاق الدينية. يعني في مرحلة كان مجتمع بدائي وكان إنسان بدائي يحتاج إلى في الأخلاق، يحتاج إلى ترغيب وترهيب مثل الطفل. فلهذا في صدر الإسلام كان مجتمع بدائي، ولهذا جاءت أكثر النصوص صريحة أنه في أنه تصير صالح، إنسان صالح الله يعطيك الجنة. تصير مثلا ترتكب رذائل، تصير مخش إنسان فالله يذبك بالنار. هذه واضحة. لكن هناك عندما ينغرس الله في قلب الإنسان، هذه المرحلة نادرة. مثل ما ذكرتنا بالنصوص، الإمام علي يقول: وتلك عبادة الأحرار. الإنسان الأحرار قليلون في المجتمع، أنه إنسان يصير صالح وحر بدون تشويق وترهيب من الخوف من الجنة والطمع في الجنة والخوف من النار. هنا قلة، والدين يريد أن يصلح جميع الناس، فلا يكتفي بقلة معينة. لكن في إصلاح جميع الناس ما يمكن إلا من خلال الأخلاق الدينية. لكن القلة بعد أن يمروا بمرحلة الأخلاق الدينية يصير عندهم وجدان إلهي، يعني ينقلب وجدانهم من وجدان ديني إلى وجدان إلهي. مثل العرفاء، يكون هو إنسان يتنزه عن الرذيلة، بعد ما يحتاج أنه الله يعطيه جنة. لكن يعني نحن نحتاج إلى الدين. يعني الإنسان لا يمكن أن مثلا يعيش بدون الدين أو طبعا هذا شيء أكيد، وهو أساسا هدفنا من إلقاء محاضرات وتأليف كتب، يعني توعية الناس بأنه الدين ضروري والعقلانية ضرورية والأخلاق الوجدانية ضرورية. لكن ليس هناك تناقضات بين مثلا الأخلاق الديني والأخلاق الوجداني أو المدني أو يعني لائحة البشرية، مثلا حقوق الإنسان. صحيح، هناك فوارق وهناك أحيانا تباين وتناقض. كيف يحل التناقضات يعني؟ فنحن نقول أن الدين ضروري، لكن ليست فقط النصوص. الدين ليس النصوص، وليس قال النبي وقال الإمام الصادق وقال فلان وقال القرآن. لا، ذني مرحلة يعني ممهدات لغرس الأخلاق الإنسانية في قلب الإنسان. يعني أنت قصدك، سمعت سيد، أنت قصدك يعني النصوص والأحكام الصالح للزمان ومكان. يعني فرق هناك بين الزمان والمكان. زمان النبي أو يعني بس صالح لهذا الزمان، لا تشبلنا لهذا حتى الآن أيضا الأخلاق الدينية صالحة، لكن صالحة لطبقة مرحلية. يعني طبقة العوام الناس، طبقة الجمهور الناس، هي دين مصلحي. دينهم دين مصلحي، كما يقول الإمام الحسين أنه الناس عبيد الدنيا وإذا ما حصوا بباقي لا ديانون، والدين لعق على ألسنتهم. عامة الناس دينهم مصلحي، يعني دين مصلحة. فالأنا هي مسيطرة عليه، فالله والأنبياء والقرآن كلها يريد مصلحته. فإذا صار ضد مصلحته فيرفضه. هذا الدين المصلحي. الدين المصلحي يقتضي أخلاق مصلحية.
هو الأخلاق الدينية. لكن الإنسان لما يتكامل، احنا نقول بالأخلاق يجب أن يتكامل الإنسان إلى أن يصير عنده أخلاق وجدانية هي الدين، هي الله يعني في قلب الإنسان. في الدين الأخلاق الدينية الله في خارج الإنسان يكلفه، أما في الأخلاق الوجدانية يتحد مع الله، الله في قلبه وفي وجدانه، فهو يملي عليه، يعني يصير تكليف من الداخل بعد أن يكون التكليف من الخارج. فمثل ما في الفلسفة الوجدانية هذه معروفة، نتحدث عن الأخلاق، الفعل الأخلاقي يجب أن يكون المنطلق والهدف والمعيار داخل الفعل مو خارج الفعل. يعني أنت ما تقترض واحد محتاج قرض 1,000,000 تقرضه، ليس لأنه هذا ابن فلان ابن وزير أو بعد بكرة مثلا يفيدك، هذا كلها مصالح. هذا كل القرض إذا تقرضه الأخلاقي والوجداني هو فقط لرفع حاجته، تفكر أنه في رفع حاجته، ما تفكر بعد شنو بعدين مثلا يفيدك، شنو يفيدك بثواب بجنة. الأخلاق الدينية كلها تقول الأخلاق، حتى الأمور العرفية مثلا النظافة من الإيمان، الزواج من تزوج أحرز نصف دينه، من كذا، كلها حب الوطن من الإيمان، كلها دخل في الدين. الأخلاق كلها تكليف من الله وعند بها ثواب. هذه مرحلية للجمهور الناس، الجمهور الناس دينهم مصلحي، الأنا هي اللي تسيرهم، هو يتصور أنه هو في سبيل الله، لكنه الشيعي يتصور أنه هذا يمشي مثلا إلى الحسين وكذا كذا يعمل الشعائر، يتصور أنه هذا في سبيل الله خالص. لا، هي مصالح في اللاوعي، في اللاشعور. هو يريد عنده ذنوب، عنده نفسه ملوثة، يريد الحسين يشفع له يوم القيامة، أو يريد يحصل ثواب مثلا، أو يرتاح مثلا بالبكاء. الحسين هو يرتاح عنده مشاكل ومآسي في حياته، ولا مثلا الحسين نفسه ثورته وجدانية، ما ثار وما انقتل على حساب الجنة، يحصل الجنة على حساب يخدم المظلومين. أهل الكوفة أرسلوا له رسائل وطلبوا منه النصرة، فجاء لنصرة المظلوم، هذا عمل وجداني. فالهدف يجب أن يكون فقط هذا، لا طمع في الجنة ولا الخوف. الحسين لم يقصد أنه يحصل على الجنة، هو سيد شباب أهل الجنة، يعرف نفسه أنه في الجنة سواء قتل أو ما قتل، لكن الهدف إنقاذ المظلومين، هذا هدف إنساني. الثورة ضد الظالمين، هذا هدف إنساني ووجداني. هذا يكون ثورة وجدانية، يكون أخلاق وجدانية عند الحسين. الإنسان يجب أن يرتقي، مو فقط يكتفي بالأخلاق الدينية كمرحلة مقبولة، لكنه لا تكفي، وبعد ذلك يمكن أن تنقلب على صاحبها. يعني يمكن يكون يسيء ويصير يرتكب رذائل مثل الاختلاس ومثل القتل باسم الدين. هذا الخطر. والسؤال الأخير، يعني هذا الكلام يعني كلها الذي يعني تحدثنا في مجال يعني نظري، أما السؤال في مجال يعني العمل أو يعني تطبيقي. ماذا نصنع لكي يعني تكون الإنسان صاحب أخلاق أو يعني صالح، أو ماذا يعني نصنع لنربي يعني أبنائنا على الأخلاق الصحيحة؟ شوف أهل المنابر رجال الدين المشايخ في كتب الأخلاق عنده دائما تذكر أنه مرحلة نظرية ومرحلة عملية، مثلا في الحسد أضراره كذا، لكنه دائما نشوف حسد موجود، تكبر موجود، الرذائل موجودة. يعني هذه النصائح ما فعلها في مجتمعنا. النصائح
ملايين في خطب الجمعة والكتب والمقالات الدينية ما أثرت. ليش؟ لأن لا تتطابق مع حاجات العصر، مع مقتضيات العصر، مع الإنسان المعاصر. هذه عدم المطابقة الآن كل خطب الجمعة وأهل المنابر مواعظها هيك تذهب هباء منثورة، ما تأثر. أما لأنه ينطلقون من منطلقات بعيدة عن واقعنا، لكن الكثير ثقافة لكن المجتمع. الكثير من رجال الدين في يعني الخطب يوم الجمعة يعني يقولون للإنسان بأن يجب أن تكون عمل صالح، لا تكذب، لا تسرق، لا مثلا تشرب، يعني كلها لماذا لا يعني لا تطابق مع لا طبعا. هذا الزمن. الآن نحن نعيش منظومة ثقافية، يعني منظومة كبيرة من حقوق ومن سياسة ومن اقتصاد، كلها متشابكة، منظومة متجانسة تختلف كليا عن العصر القديم. العصر القديم كان يعيش في منظومة، ونحن نعيش في منظومة جديدة. أو المجتمع العراقي مثلا الآن في خط الانتقال، في حالة حركة من القديم إلى الجديد. الآن ما عندنا حداثة مثل أوروبا ومثل اليابان، لكن الآن قبل 100 سنة عندما انفتح العراق وبعد الاستعمار مثلا ثورة العشرين، انفتح العراق والمجتمعات الإسلامية على الغرب. الآن مفاهيم الحداثة دخلت إلى مجتمعنا، والآن مجتمعنا هو يطلب الحداثة، يطلب الحكومة المدنية، يطلب الديمقراطية، يطلب الحرية، يطلب المساواة. هذه كلها مرتبطة أيضا بالأخلاق. الأخلاق يجب أن تكون مدنية وحديثة بما يتناسب مع هذا الظرف. فلهذا ما تأثر كلام خطب الجمعة، ما يأثر، لأن أخلاق دينية وأخلاق عبودية من تكليف. بكرة هو خطب الجمعة يقول روحوا فجروا فلان مكان، فجروا في السوق، فجروا. هو أكثر المفخخات تخرج من المساجد بفتوى هذا الرجل الدين اللي هو يوعظ الناس في صلاة الجمعة. فإذا ما تكفي، لأنه لكن هذا ليس في الإسلام، يعني الموضوع لا احنا حساس. يعني سؤالك انه العملية والتطبيقية يجب انه بس بالاختصار يجب انه نقوم بتحويل الحرام الى عيب. يعني نربي ابنائنا من الاب والام وفي المدارس انه اذا تكذب هذا عيب، مو الا حرام، الله يذبك بالنار. ننقل هذه المسألة انه انت انسان وعندك كرامة وشرف، انه هذا يخل بشرفك، يخل بكرامتك اذا تكذب، اذا تغش من الطفولة. حتى شوف في اليابان اذا الطفل يكذب يصير وجهه احمر كانما قاتل انسان، يعني هيك عيب عنده، يدري هذا مو منسجم مع انسانيته. فلازم نربي الانسان انه انت انسان وانت عندك شرف وكرامة ذاتية، يجب انه تحترم هذه الكرامة ولا تكذب ولا تسرق، فانت انسان تكون صالح. شكرا، ونرحب للأجوبة على أسئلتنا. اهلا وسهلا، مرحبا. بلا أزاني خوش لنا هاتنا كتاب القيمان تعال قيشتر هالشهادة سركوتوب.